السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مفاهيم كتيرة مغلوطة وخاطئة للأسف عند معظم الشباب بفكرة الارتباط. ما ترتبطش ببنت بتاخدها في كافيه عالي وتجيب لها أكل وشوكولاتات ب200 جنيه عشان تصورهم كده وتنزلهم على انستجرام وتتمنظر. ما ترتبطش بالبنت اللي بتحبك عشان شكلك وعيونك الملونة وفورمتك اللي انت بتظهر بيها. ما ترتبطش بالبنت اللي بتعتبرك خزنة وان انت كده البيبي اللي بيجيب لها كل حاجة وبيدلعها وبيقول لها كلام حلو من كل وقت للتاني. ما ترتبطش ببنت مطلوب منك ان انت تبقى رسمي طول الوقت في كلامك معاها وان انت تلبس احسن حاجة عندك وتبقى وسيم وشيك ومظبط نفسك وبتختار كلامك معاها بحرص كأنك كده داخل انترفيو. ارتبط بالبنت الجدعة، البنت اللي دماغها كبيرة وعارفة يعني ايه بيت ومسؤولية، مش مجرد خروج وفسح وهري وكلام فاضي. بنت كده تكون على طبيعتك معاها وتتكلم في اي حاجة قدامها وتقدر تحكي معاها بمنتهى الاريحية على مشاكلك وتعبك وظروفك. بنت تقدر تظهر قدامها بأي لبس، بشعر منكوش، بدقن طويلة. بنت تقدر تخرج معاها وانت مفلس ومعكش ولا مليم في جيبك، فتخرجوا كده وتقضوها تمشية وتتكلموا في أي حاجة ويكون بالنسبة لها ده الدنيا وما فيها. وأعتقد إن المشاعر الحقيقية أحسن بكتير جدا من الكافيهات والمظاهر الفيك. اختار البنت اللي بتحبك لقلبك ولشخصك، مش عشان الفلوس اللي معاك أو حتى شكلك الكيوت. بنت تكون لاقي نفسك معاها حقيقي، مش مجرد كده مشاعر مزيفة وتقضيلكوا يومين والسلام. لان يا سيدي الفاضل اسمح لي اقولك ان الشكل والفلوس وكل حاجة بتروح وبيتبقى لك في الاخر اختيارك فقط لا غير. فرجاء الاختيار الصحيح. دمتم في رعاية الله وامنه. سلام.